بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في فيديو اليوم عن بعض النقاط المهمة من يعني تعامل المحامي مع موكله، وأيضا الموكل وهو بيتعامل مع المحامي بتاعه. طبعا الموكل دايما هتلاقيه كثير الاتصال بالمحامي بتاعه، اتصل عايز يعرف القضية بتاعته ايه اللي تم فيها. طبعا انت دورك انت كمحامي واجب عليك او ان انت تلتزم ان انت ترد على الموكل او تعرفه ايه اللي بيتم في القضية، ايه اللي بيتم فيها من اجراءات، وتعرفه لان هو الموكل دايما بيكون يعني ينتظر قضيته ايه اللي تم فيها، بيبقى قاعد عايز يعرف كل اللي بيتم في القضية. فهنا طبعا بيفضل ان المحامي دايما يرد على الموكل ويكون يهتم بالموضوع، يهتم بالقضية ويعرفه ايه اللي بيتم في القضية. دي الحاجة التانية، طبعا في موكلين بتتصل او بيكسر من الاتصال على المحامي. طبعا ان المحامي بيبقى شايل او دايما بيبقى فيه قضايا كتير جدا. محامي بيبقى عنده قضايا كتير جدا، ربما ممكن ما يردش على الموكل، عنده جلسة، ممكن يكون في جلسة، ممكن يكون عنده تحقيق نيابة. فهو لما ما بيردش على الموكل، هو مش بيرد ان هو دوت لا يعني ان هو بيستكبر على ان هو يرد عليه او كده، لا، هو الموضوع ان هو ممكن المحامي ده ممكن تلاقيه في جلسة، ممكن في نفس اليوم اللي كان فيه جلسة الصبح تلاقيه في تحقيق نيابة بالليل. حياة المحامي صعبة جدا، هي مش متاحة ان هو مش ال 24 ساعة. لا طبعا، هو ممكن يكون حاضر جلسة الصبح، ممكن يكون عنده تحقيق نيابي بالليل، ممكن بعد ده كله تلاقيه بيرجع يقعد في مكتبه. فده الموكل دايما برضو يراعيه مع المحامي بتاعه. انت اتصلت وما ردتش على المحامي، ما ردش عليك، لا يبقى اتصل بيه في وقت تاني، او يعني يبقى وقت يكون من الاوقات اللي هي المفضلة، يعني في وقت يكون اخر النهار طبعا. ما تتصلش الصبح، في اوقات كده ان المحامي ما يعرفش او مش هيعرف يرد على الموكل بتاعه في الاوقات دي، لان المحامي زي ما احنا قلنا اعماله متنوعه، ممكن تلاقي عنده جلسه الصبح، ممكن تلاقي بعد في نفس اليوم عنده تحقيق نيابه اخر النهار، ممكن برضه في نفس اليوم تلاقي عنده قضيه تاني يوم الصبح، فيرجع المكتب يستكمل او ينظر او يطلع على ما يتم، او يطلع على اوراق القضيه اللي هيجي يحضر جلستها في صباح اليوم التالي. يبقى هنا المحامي يلتزم برضه مع الموكل بحاجات، وان الموكل برضه يراعي ظروف المحامي وظروف الصعوبات التي يواجهها المحامي. ايضا طبعا اي اجراء بيتم في القضيه صارح بالموكل، القضيه تم فيها كذا اصارح بالموكل، مش ان انا اقول لا ان انا هخبي او ان انا مش هقول دلوقتي، او لا طبعا. قرار مش قرارك، انت سعيت واشتغلت دورك كمحامي، النتيجة جت كذا، يبقى انا لما الموكل بتاعي عايز يعرف ايه اللي تم في القضية اعرفه، اخد براءة اعرفه، اخد ادانة برضه اعرفه، اللي تم في القضية 1 2 3 اعرفه. الحكم بتاع ربنا، انت بتسعى، انت كمحامي تسعى وتبذل اقصى ما في جهدك، تبذل العناية المطلوبة وفوق العناية المطلوبة، والنتيجة بتاعت ربنا. أيضا موضوع في موكلين يقول لك الأتعاب بتاعتك كبيرة جدا، ده في محامي بياخدها بكذا. الموضوع دوت بيختلف من محامي لمحامي آخر. في محامين تلاقي أتعابه عالية، هو عارف هو بيشتغل ازاي، لانه هو لو الاتعاب بتاعته عاليه يبقى هو عارف بيشتغل وبيخدم القضيه ازاي. طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها، او الظروف الاوراق طبعا غاليه جدا، مواصلات غاليه جدا، فالنهارده لما يجي ياخد اتعاب قضيه، لا القضيه بتصرف كتير جدا، قضايا القضايا بتصرف كتير جدا. فده طبعا المحامي المتميز طبعا اللي هو بيقدر اتعابه، ومسألة إن هو أتعاب
الأتعاب عالية، فده طبعا بيختلف من الناحية العلمية للمحامي. الناحية العلمية زي ما أنا بقول، في محامين في المجال تقديراتهم في الكلية امتياز جيد جدا مع مرتبة الشرف. حامل حصل على الماجستير بتقدير عام امتياز أو جيد جدا، أو معاه ماجستير حصل على الدكتوراه. دي كلها بتفرق، الدرجات العلمية دي بتفرق، الجهد المبذول في القضايا ده بيفرق. فده كله طبعا ليه أتعاب، ليه مكانة، لأن ده كله المحامي طبعا قد تكون الحياة الاجتماعية بالنسبة له كلها 3/4 حياته ما بين المحاكم ومكتبه، يكون جالس في مكتبه بيقابل الموكلين. لما تيجي تنظر إلى اليوم بتاع المحامي هتجده مليء بالمشاغل ومليء بالصعوبات، ما بين المكتب، ما بين المحكمة، ما بين حضور تحقيقات نيابة، ما بين إن هو مع موكل في أو موكل في اسم شرطة. فده كله طبعا يحمل على أو أعباء على المحامي. فالنهارده لما تيجي تتكلم في أتعاب، ولا فلوس الدنيا تكفي، أنا وجهة نظري، ولا فلوس الدنيا تكفي جهد المحامي. المحامي بيتعب جدا. وفي يعني كثير من المحامين بيشتغلوا براعي ربنا أو في القضايا بتاعته، القضية كأنها قضيته، فده طبعا بيكلفه وقت، بيكلفه مجهود، بيكلفه مصاريف على القضية. فهو لما بيطلب من الموكل أتعاب عالية، لا، هو قد أتعاب، هو عارف بيصرف إيه وبيشتغل إزاي. فريق العمل بتاعه اللي شغال في مكتبه ده كليته أو ده كله ده بيصرف على المحامي. فلازم الموكل يقدر ده. وهو لو مش بيصرف، لو هو حجم المصاريف بتاعته، حجم مهارته العلمية، حجم خبرته، مكتبه، ده كله طبعا بيصرف. فدي طبعا لما الأتعاب تكون عالية، لا، ده شيء عادي جدا، لأن دي درجة جهد مبذول. يعني أعتقد إن بعض 3/4 الأوقات ما بين المحاكم، الجلسات، تحقيقات النيابة، حضور مع الموكل في اسم الشرطة، ممكن واقعة أو تحقيق يكون في نص الليل يطلع ويحضر برضه التحقيق. فده كله لا، المحامي بيراعي هنا، أو دايما بيحافظ على العمل بتاعه. هو لما بيطلب موكل يتصل عليه في نص الليل وأقوم من مكاني وأروح معاه هنا وهنا وهنا، ده طبعا ما يتقدرش بفلوس. فالموكل ما يجيش ينظر هنا، أو الكلمة الشائعة اللي الموكل يقول لك طب هو أنت عملت إيه؟ الحاجة دي مش بتتكلف. لا، مش بتتكلف ديت أنت مش تقولها لي، لأن أنا كمحامي راجل بحترم شغلي، بحترم القضايا بتاعتي. المال عندي مش مقياس، وأنا كمحامي دوري إن أنا أقبل القضية أو أرفضها. مش هشتغل القضية بالأتعاب دي تروح لحد تاني. محامي موكل يقول أصل المحامي صغير أو كبير، أو ملهاش علاقة. ربما يكون صغير سنا ولكن في العمل بتاعه ما شاء الله عليه، والعكس صحيح، ممكن تلاقي حد كبير. فهي ديت بتختلف. فطبعا المحامي بيلتزم مع الموكل التزامات، وايضا على الموكل ان هو يلتزم مع المحامي بتاعه بكل الالتزامات، لان المحامي الحياة الاجتماعية والعملية والعلمية صعبة جدا جدا جدا، بل من اصعب المهن ومن اشق المهن هي مهنة المحاماة. لو المحامي راعى ربنا واشتغل كل قضية صح، لا، القضية ساعات انت بتروح المحكمة او بتروح مشوار من القاهرة
تروح هنا عشان تجيب صورة قرار أو تبعت حد أو تجيب حد من مكتبك. فده كله طبعا لا، بيكلف كتير جدا جدا. ودي كان بعض الالتزامات بين يعني المحامي يلتزم بإيه والموكل أيضا يلتزم بإيه. ديت بعض النقاط البسيطة اللي يعني قلنا نتحدث عنها ونتكلم فيها. طبعا شكرا وتحياتي لحضراتكم جميعا.